إلى هنا وصلوا ومن هنا مروا وهذا ما فعلوا. هذه عدن جنوبي اليمن. أما تعز فلم يكتفوا بقصف أحيائها، بل فرضوا عليها حصارا خانقا. الحديدة على ساحل البحر الأحمر سقطت في أيديهم. اجتياح مسلح تهاوت أمامه أهم المدن اليمنية. الحوثيون القادمون من شمال الشمال. ما سر قوة هؤلاء؟ وما هي العوامل التي مكنتهم من كل هذا؟ وكيف حيكت خيوط اللعبة؟ الإيقاع السريع للأحداث لم يسمح بالوقوف على أسئلة ملحة تبحث عن إجابات شافية تفسر هذا المشهد الغريب. سنصحبكم في رحلة بحثية استقصائية تمكنا خلالها من الوصول لشخصيات كانت إما جزءا من الحدث أو موجودة هناك لحظة وقوعه. ضحايا، مسؤولون وعسكريون وشهود عيان. كما تمكنا من الحصول على وثائق سرية كشفت لنا جزءا من أسرار وكواليس الأحداث ومعلومات تعرضها الجزيرة لأول مرة. الأسباب والمعطيات التي أنتجت المشهد الحالي بدأناها من هناك، من جبال صعدة. طبعا الحروب الستة في تصوري أنه غيرت اليمن وإلى الأبد. كانت حرب عبثية الحروب الستة، لم تكن لها معنى على الإطلاق سوى التخلص من الفرقة الأولى مدرعة والمنتمين إليها، والتخلص أيضا من القبائل. الدكتور الحاضري يحمل رتبة عميد في الجيش اليمني وشهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان هناك على مسرح العمليات العسكرية طوال فترة الحروب الست. وهي تلك الحروب التي جرت بين نظام علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي. بدأت في يونيو 2004 وانتهت في فبراير 2010. كانت القبيلة في تلك الحروب منحازة إلى الجيش ومقاتلة معه. لن نسرد هنا قصة الحرب، لكننا سنقترب من بعض التفاصيل التي نعتقد أنها ساهمت في إنتاج المشهد الحالي. كان أولها تجاهل علي عبد الله صالح لتحركات الحركة الحوثية في مرحلة التأسيس وما قبل الحرب الأولى. اتضحت الحقيقة الذي كان هو يتجاهلها أصلا من التقارير التي كانت ترفع من الأجهزة الأمنية في صعدة ومن قيادة المحافظة، أن هذه حركة بدأت تكشر عن أنيابها، حركة خطيرة، حركة لا تنتمي إلى الوطن، حركة لا تنتمي إلى الواقع، حركة غير المألوف. فكان يتجاهل هذه التقارير. العقيد عسكر زعيل من أبرز الضباط المشاركين في الحرب، وكان أحد المقربين من اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية التي قادت المعارك خلال تلك الحروب. خلال بحثنا حصلنا على تسجيل مصور نادر للجيش اليمني يظهر سيطرته على جبال مران في صعدة أثناء الحرب الأولى، والتي انتهت بمقتل حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة. يظهر في هذا التسجيل قادة الجيش اليمني حينذاك: اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع، العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، العميد ثابت جواس قائد اللواء 15 مشاة. جواس انجا جواس حميد حميد
كادت الحرب أن تحسم بعد هذه المعركة، إلا أن هناك من أراد لها أن تستمر. وهنا برز أمامنا الكثير من علامات الاستفهام. في الحرب الثالثة تم القضاء على الحوثيين أيضا، ولم يتبقى معهم سوى وادي اسمه وادي فلة، وقد التف عليهم اللواء اللي كان يقوده عبد العزيز الشهري، التف عليهم من حيدان ووصل إلى وادي فلة. وكان الحوثيون الذين حصروا في الوادي ولم يتبقى سواهم كانوا وسطوا وساطة أنه نخرج من هذا الوادي ونسلم أسلحتنا واتركونا بأمان. انتهى كل شيء خلاص. يعني في الحرب الثالثة هذه المرة الثالثة ليتم القضاء عليهم. تأتي أوامر من علي عبد الله صالح بأنه انسحبوا من كل الواقع وانسحبوا من صعب. انسحب ايش؟ خلاص الجماعة انتهوا ما عاد فيش. يعني قال لا انسحبوا، وانسحبت القوات فعلا من أماكن تم موضعها وعادت مرة أخرى إلى مواقعها، وترك الحوثيين وحال سبيلهم حتى يستعدوا للحرب الرابعة. كان اللافت في شهادة الدكتور الحاضري هو تطابقها مع ما ورد في مقابلة العقيد عسكر، رغم عدم علم أي منهما بمقابلة الآخر والفارق الزمني بين المقابلتين، وهو ما تطابق أيضا مع شهادة الشيخ فهد الشرفي، وهو من أبناء صعدة وأحد قادة المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم آنذاك. كان الشرفي مقررا لإحدى لجان الوساطة التي شكلها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتي ترأسها فارس مناع، وهو شخصية مقربة منه. عندما نصل إلى منطقة فيها مثلا أحد قائد كتيبة الدبابات في اللواء الأول جبلي، بعد أن حرر منطقة شاسعة من الحوثيين ويظهر الخراب والحريق والدمار، هناك عشرات المدرعات التي احترقت في أفعال الألغام، وقد طهر هذه المنطقة وكسر وهزم الحوثيين ودحرهم، ثم نأتي نحن خلقنا لنقول عليك أن تنزل من كل هذه المواقع التي وصل إليها جنودك. يرفض هذه التوجيهات، فيأخذ فارس مناع التلفون ويتواصل بعلي عبد الله صالح ويسلمه لهذا الضابط ليقول له عليك أن تنزل بسرعة، ما عليك إلا تنفذ توجيهات فارس مناع. استمر علي عبد الله صالح بتوجيه الأوامر مباشرة للقيادات الميدانية بالانسحاب، متجاهلا بذلك القواعد واللوائح العسكرية التي تلزمه بعدم تجاوز قادة الجيش المخولين دستوريا وقانونيا بقيادة الحرب. أتت الأوامر الرئاسية وأنا كنت عضوا في اللجنة الرئاسية بأن يتم سحب اللواء 17 مشاة، وأن يتنازل هؤلاء الشرفاء عن كل تضحياتهم، وأن يتركوا حتى جثث زملائهم ولم يواروها حتى ولم يكرموها حتى بالدفن. ومما تكشف لنا خلال البحث ما كان يحدث بين كل حرب وأخرى، وكيف أسهم ذلك في تقوية جماعة الحوثي وإضعاف الجبهة المواجهة لهم. أنا في تصوري كان وقف إطلاق النار أكبر جريمة ترتكب، لأنه كان تباد القبيلة وتقتل القبائل الذي وقفوا معنا، والدولة تتفرج عليهم تقول والله أنا موقف إطلاق نار مع الحوثي. كل هؤلاء قدموا على طبق من ذهب. هناك العديد أيضا من القبائل التي نجحت وقاتلت مع الدولة ثم تخلت عن الدولة في وقت الهدن، أنا أسميها المصالحات المهلكات. هذا السيناريو وقع إلى درجة أن فقدت القبيلة ثقتها بالدولة. أنا أقول من هنا بأن كل الانتصارات التي حققها الحوثيين في صعدة كانت انتصارات مصنوعة تأتي بقرارات من داخل القصور في صنعاء، بل أحيانا تأتي التوجيهات بأن يسلم الموقع بما فيه من دبابات ومن أسلحة ويخرج الجند ببزاتهم العسكرية وربما بالسلاح الشخصي. اللواء 105 مشاة كان متواجد في مديرية الظاهر، فيه 5 دبابات، فيه مدفعية، فيه عتاد، فيه سلاح، فيه مؤن تكفيه لما يزيد على 6 أشهر، وهو يقاتل من موقعه. القائد اللواء 105 أعطى أوامر علي عبد الله صالح له بتسليم أسلحته بالكامل إلى الحوثيين والانسحاب بأسلحتهم الشخصية. وهذا كان أول مكسب يكتسبه الحوثيون كسلاح ثقيل. وهذا قائد اللواء تمت محاكمته عسكريا معروف عندنا، وكان يقول أنا جاءتني بالتحقيق، أنا جاءتني أوامر من علي عبد الله صالح أنه أسلم أسلحتي وأسلم اللواء للحوثيين. بعد الحرب الخامسة علي عبد الله صالح قال لابد أن يذهب الجيش، ثم تم نشر قوات تسمى قوات الأمن الخاص، وزع في كل مديرية ما لا يقل عن 20 طقم الأمن المركزي مجهزة برشاشاتها. الأمن المركزي
يقوده يحيى محمد عبد الله صالح ابن أخي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. في ليلة من الليالي تم تلقي توجيهات من قيادة الأمن الخاصة والأمن المركزي بأن لا يواجهوا الحوثيين، وسلموا الأطقم وسلموا كل شيء للحوثيين. فارس مناع كانت بينه شراكة كبيرة هو علي عبد الله صالح، وكان يقدم كل ما يحتاجه الحوثيين من السلاح بشكل واضح بشكل واضح. كنا نذهب في لجان الوساطة، نزل مرة إلى غمر وعندها 4 سيارات محملة بالذخائر للحوثيين يحاصروا بها أبناء غمر، وهو رئيس لجنة وساطة. كيف رئيس لجنة وساطة ويأتي بمدد للحوثيين؟ هكذا سلح الحوثيون بسلاح الدولة، وأخذت المعركة تنحو منحى آخر، وبدأت تتكشف استراتيجية علي عبد الله صالح في الحكم التي وصفها هو بالرقص على رؤوس الثعابين. كان هناك إرادة أن يتم تعرية الحدود اليمنية السعودية من كل القوات اليمنية سواء قوات الجيش أو الأمن، وسحب كل هذه القطاعات العسكرية ليصبح الحوثيين وجها إلى وجه مع السعودية. دخول المملكة العربية السعودية بطلب من علي عبد الله صالح كدولة شرعية يعني حفظ الحدود وفقا للاتفاق المعروف اللي هو اتفاق الدفاع المشترك والحدود على الحدود وغيرها. كانت قصص الحرب تخفي ما وراءها من خبايا ومفارقات، لكن القصة الأغرب كانت ربما هي الأكثر كشفا عما يدور في عقل صالح. أنا أقول شاهد عليه ولا أقول قال. كانت العمليات هناك عمليات تنسيقية ما بيننا وما بين الإخوة الموجودين في غرفة العمليات المتقدمة مع الأخوة السعوديين. اتصل لي هذا الأخ المنسق للطيران في المركز المتقدم، يريد أن يتأكد من الإحداثيات مثل بقية الإحداثيات، وأنا في المكتب فتأكدت. فتفاجأت أنا، قلت له أنت متأكد من الرقم؟ قال أنا متأكد من الإحداثية أن هذا الرقم هو الذي جاء. قلت له عموما هذه الإحداثية هي في منطقتك أو في مركز قيادتك الذي أنت متواجد فيه، أنت واللواء علي محسن وأنت والمسؤولين. إحداثية تمرر من جهاز أمن قومي إلى وزارة الدفاع. جهاز الأمن القومي من كان يسيطر عليها أصلا؟ وعلي عبد الله صالح وابن أخيه، يعني معروف. كان السيناريو الجديد القادم لعلي عبد الله صالح هو كيفية التخلص من الأقوياء الذي يعتقد أنهم عقبة أمام حكم التوريث القادم للعائلة والفصيلة الواحدة. هذه القضايا والوقائع التي عشتها يوما بيوم جعلتني أشعر أننا نعيش بلد تحكمه عصابة. انتهت الحروب الست، وأصبح الحوثيون بعدها بالإضافة إلى كونهم جماعة دينية تعتقد بحقها الإلهي في الحكم، أصبحت تمتلك من الخبرة العسكرية والسلاح ما يجعلها أكثر قدرة على القتال لاستعادة حق مسلوب حسب زعمهم. وأصبح صالح يمتلك ورقة جديدة يمكن أن يلعب بها في الوقت المناسب. كان ذلك إذانا بعلاقة تمتد لها خيوط عابرة لحدود الزمان والمكان، ينسج بهما واقع جديد ليس على اليمن فحسب، بل ربما على المنطقة برمتها. ظل الحوثيون شبه محاصرين في صعدة رغم سيطرتهم عليها، ولم يكن بإمكانهم الخروج بأفكارهم خارج أسوارها إلا فيما ندر. جاءت ثورة الشباب السلمية، فانتهز الحوثيون هذه الفرصة وأصبح لديهم خيام في قلب صنعاء. فهل كان الحوثيون أوفياء لهذه الثورة؟ ما بين الثورة والانقلاب، ثورة الشباب الشعبية السلمية التي اندلعت في 11 من فبراير 2011، الروح بالدم نفديك يا يمن. وانقلاب الحوثيين المسلح
الذي جرى في 21 من سبتمبر 2014 استوقفتنا تفاصيل كثيرة، لكن اللافت منها والأكثر تأثيرا هو ما لم يظهر بالشكل الكافي على وسائل الإعلام، وشكل محطات هامة لها علاقة مباشرة بما يحدث اليوم. أعلن الحوثيون وقتها انضمامهم للثورة بعد أن استكملوا سيطرتهم على صعدة بتنصيب محافظ جديد لها كان على رأس القائمة السوداء لتجار ومهربي السلاح. كان هو فارس مناع ذاته الذي ترأس لجنة الوساطة أثناء الحروب الست، وأدرجته الأمم المتحدة وفقا للفقرة 8 من القرار 1844 في قائمة الأفراد الذين انتهكوا الحظر على توريد الأسلحة إلى جماعة الشباب المجاهدين في الصومال، والذين تربطهم علاقة بتنظيم القاعدة الذي تدعي جماعة الحوثي محاربته. كانت هذه إحدى المفارقات الغريبة التي تعكس تناقضا بين شعارات الحوثيين وممارساتهم. لم يقتصر ذلك على تحالفاتهم، وإنما امتد إلى واقع تحركاتهم على الأرض والذي أفرغ شعارهم من محتواه. ففي الوقت الذي كانت تنادي فيه بالموت لأمريكا وإسرائيل، كانت تبعث رسائل الموت والدمار لليمنيين الرافضين لمشروعها. بدأت جماعة الحوثي نشاطها الثوري بإقحام شعاراتها الخاصة التي تتعارض في جوهرها مع روح فكرة الشباب الذين خرجوا ضد كل أفكار الماضي التي أعاقت بناء الدولة في اليمن. وكشاهد على هذه اللحظة التقينا الناشط الثوري محمد المقبلي، والذي كان من أوائل الشباب الذين نزلوا إلى الميدان وأطلقوا